تمام؟ تمام. الكلاسيفيكيشن اوف اليمنتس. بما اننا اتعرفنا على التوزيع الالكتروني، فاحنا نيجي نتعرف بقى على انواع الاليمنت. تمام؟ ايه انواع الاليمنت؟ قول يا دكتوره كده بعد اذنك. ايوه نعم برافو برافو صح. ميتال ونون ميتال ونوبل جاز وميتالويد يا مستر اسلام، صح كده؟ صح برافو عليك. اول نوع عند حضرتك وهو الميتال. قال لك انت عشان تعرف الاليمنت دوت ميتال ولا نون ميتال ولا نوبل جاز، روح وزعه، اعمل له الكترون كونفيجريشن. لو لقيت في الالكترون كونفيجريشن واحد في الاخر خالص في الاوتر موست انرجي ليفل 1 2 اور 3 الكترونز، يبقى ده ميتال على طول. اديني اكزامبل يا مستر عشان انا ما بفهمش كده. يعني معلش انا راجل عملي، تديني اكزامبل ابقى حبيبك، ما تدينيش اكزامبل ابقى حبيبك برضه يعني. ان ايه؟ هي دي الان ايه؟ ما هو الصوديوم. تمام؟ ما هو الصوديوم ناتريوم عشان ما ننساش. ان ايه؟ 2 8 1. الراجل الطيب ده اخره كام؟ 1 اهو. يبقى ده نوعه ايه؟ ميتال. بص مغنيسيوم 12 2 8 2. الراجل الطيب ده اخره كام؟ ده اخره 2. يبقى نوعه ايه؟ ميتال. بص الومنيوم 13 2 8 3. الراجل ده اخره كام؟ 3. يبقى نوعه ميتال. يبقى انا اقدر اعرف نوع الاليمنت عن طريق الالكترونيك كونفيجريشن لو لقيت 1 او 2 او 3 في الاوتر موست انرجي ليفل. اسمه اوتر موست، مش ده اخر انرجي ليفل. طب ما هو اخر بنسميها اوتر موست انرجي ليفل، خلاص ما هو اوتر موست انرجي ليفل. لو لقيت 1 او 2 او 3 اعرف على طول انها ايه؟ ميتالز يا صديقي. اعرف على طول انها ميتال يا صديقي. تمام تمام يا مستر اسلام. تعالى بقى كده اهوت وركز معايا في الكلام اللي هيجي دوت. الميتال دوت لما تدخله تفاعل يفقد ولا يكتسب؟ ما هو سؤال يا مستر، هو لو هيفقد ليه، ولو هيكتسب ليه؟ ما ده سؤال جميل. انا احترم الراجل اللي هو ليه عقليه بتفكر. اللي هيفقد علشان يبقى اخر انرجي ليفل فيه مليان بالالكترونات، واللي هيكتسب علشان يبقى اخر انرجي ليفل فيه مليان بالالكترون. يعني تعالى اوضح. لو انت عندك حاجه زي سؤال، ما احنا بنتكلم عن الميتال دلوقتي اهو. الميتال اهو 11. الراجل طيب ده 2 8 1. ده مليان ولا مش مليان؟ مليان. طيب ده علشان يتملي، احب اقول لك ده علشان يتملي محتاج 7 الكترون. يا مستر مش بيتملي ب 18؟ لا. ليه؟ لما تطلع تانية ثانوي هفهمك ليه، لان ده درس كامل بيفهمك بس دوت هيتملي ب 8 ليه. تمام؟ في تانية ثانوي، بس انا مش عايز اشغلك بيه دلوقتي. فالراجل الطيب دوت عنده طريقه من اتنين، يا اما يفقد واحد اللي هو اللي عنده ده، فلو فقده هيتبقى 8 اللي هو المليان، يا اما يكتسب 7، ياخد 7 عشان يبقى هو كمان 8 فيبقى مليان. مين اللي اسهل؟ لو احنا هنتكلم على اللي اسهل يا مستر فهو الواحد. اقول لك صح، هو هيفقد واحد. هيفقد ايه؟ واحد. فيبقى الراجل الطيب ده اللي هو الان ايه؟ اللي هو ال11 لما كان 2 8 1. تيجي تقول لي انا مش شايف، هقول لك مفيش مشاكل يا صديقي، امسح لك ده كله واكتبه لك بقلم تاني اهو. تيجي تقول لي ان ايه 11 2 8 1. الراجل الطيب ده عنده كام بروتون موجود؟ كده البروتون ما بيتغيرش، البروتون هيفضل ثابت. يبقى البروتون اللي موجود هو 11 بوزيتيف. طيب عنده كام الكترون احنا وزعناهم؟ 2 و8 10 1 11. يبقى الالكترون اللي موجود هو برضه 11 بس نيجاتيف. احنا لسه متفقين during chemical reaction اثناء التفاعل هيلوز ولا هيجين؟ احنا قلنا هيفقد واحد عشان يوصل يبقى مليان. يبقى مليان يعني مستقر، يبقى اخد نفسه كده مستقر نفسيا. كلام جميل. فالراجل الطيب دوت هيفقد واحد عشان يبقى مليان، عشان يبقى كومبليتلي فيلد في الاوتر موست انرجي ليفل، فيبقى مور ستيبل يعني. تمام مستر. في الحاله اللي زي دي هيلوز 1. هيلوز 1 منين؟ من الالكترون ولا البروتون؟ لا يا مستر من الالكترون. فبالتالي هيبقى عندك ان ايه؟ البروتون هيفضل ثابت، يعني انت عندك البروتون هيبقى 11 اللي هو 11 بوزيتيف.
اما تعالى نوزع كده 2 8 الواحد راح فين؟ بخر، ما احنا فقدناه. هتفقده عن طريق ايه؟ عن طريق طاقه، دخل له طاقه وهو هيمشي. تمام؟ تمام يا مستر. فبالتالي الالكترون بتاع حضرتك هيبقى 10 بس 10 نيجاتيف. طيب انا افرق ازاي ما بين ده وما بين ده لو انت كتبت لي الرموز؟ قال لك صحيح، تفرق ازاي؟ هتفرق بطريقه جميله جدا. شوف مين اكتر من مين وحط التشارج بتاعته فوق. والله يا مستر مش ده فقد؟ فقد الكترون، فالالكترون قل، يبقى البروتون اكتر من الالكترون. اكتر بكام؟ ده 11 وده 10، يبقى اكتر بكام؟ اكتر بواحد. فبالتالي حط التشارج بتاعته فوق. فبقى دلوقتي في فرق ما بين الصوديوم والصوديوم ايون. ده اسمه اتوم. عشان كده قلت لك ان الاتوم، كنت بسترس شويه على حته الاتوم ديت. الاتوم نيوترال عشان البوزيتيف قد النيجاتيف، البروتون قد الالكترون. اما ده بنسميه بوزيتيف ايون، ما بيتسماش اتوم. اوعى تسميه اتوم، اسمه ايون. ايون ليه؟ لان البوزيتيف بقى نوت ايكوال الالكترون نيجاتيف، البوزيتيف بقى نوت ايكوال الالكترون نيجاتيف. ده حاجه وده حاجه ثانيه، ده عدد وده عدد تاني. تمام؟ فبقى اسمه ايون. اسمه ايه؟ ايون. الايون ده كاري كام تشارج؟ والله يا مستر على حسب هو فقد كام الكترون. فقد واحد يبقى يشيل واحده، فقد اثنين يبقى يشيل اثنين، فقد ثلاثه يبقى يشيل ثلاثه، عشان عدد البروتونات بتبقى اكتر من الالكترونات بالعدد ده. تمام؟ اطبع ده في الكوبي بتاعتك. ماشي؟ ماشي يا مستر اسلام. فتعالى بص كده اهوت معايا واحده واحده. الصوديوم كان عنده الكترون، عمل لوز، فبقى عنده 10 الكترونات بدل 11. اما البروتونز اللي جوه النيوترون ثابته ما بتتغيرش، الحاجات اللي جوه النيوكليوس دي ما بتتغيرش. وادي الاعداد بتاعتك علشان تبقى عارف. ده اسمه اتوم، نيوترال اتوم. اما ده اسمه ايون. في فرق ما بين المسميات كبير، الفرق دوت لازم حضرتك تاخد بالك منه. طيب تعالى نرجع مره ثانيه على الشاشه البيضاء بتاعتنا وناخد المغنيسيوم. المغنيسيوم ام جي اللي هو ال 12. عايزك بقى تركز معايا بعد اذن سيادتك. الراجل الطيب ده وزعه 2 8 2. ده عنده طريقه من اتنين، يا اما يفقد 2 عشان يوصل للمليان ده، ما ده مليان، يا اما يكتسب 6 علشان يتملي ب 8 هو كمان. فانهي اسهل، يفقد 2 ولا يكتسب 6؟ لا يفقد 2 يا مستر، يكتسب ديت مش عايزينها دلوقتي، فهو هيفقد الاثنين دولت. فتعالى بقى واحده واحده. ادي المغنيسيوم 12، البروتونز في الحاله اللي زي ديت بتساوي 12 بوزيتيف، صح الكلام؟ و2 8 2. فالالكترونز في الحاله اللي زي ديت بتساوي برضه 12 نيجاتيف، صح؟ فهم ايكوال لبعض ولا لا؟ ايكوال، فدي هتتسمى اتوم. during chemical reaction tend to lose or tend to gain؟ tend to lose يا مستر، مش هيكتسب، ده هيفقد. وطالما هيفقد كام؟ يفقد 2 علشان هو الاوتر موست انرجي ليفل فيه 2. طب لو كان فيه 3 هيفقد الثلاثه. فالراجل الطيب ده هيفقد 2، فهيبقى ام جي ال 12. هو بيفقد 2 الكترون ولا 2 بروتون؟ الكترون، يبقى البروتون يفضل ثابت، انا ماليش دعوه بيه. تمام؟ 2 8. طب فين الاثنين اللي في الاخر؟ اختفت. ليه؟ ما احنا دخلنا لها طاقه وطيرناها. تمام يا مستر؟ تمام. البروتونز هنا عدده كام بوزيتيف؟ برافو، عدده 12. طب والالكترونز هنا عدده كام نيجاتيف؟ عدده 10 نيجاتيف. الفرق ما بينهم كام يا مستر؟ الفرق ما بينهم 2. 2 مين؟ 2 بوزيتيف ولا 2 نيجاتيف؟ قال لك لا 2 بوزيتيف، لان البوزيتيف هو اللي اكتر، فالراجل الطيب ده يبقى بوزيتيف 2 هنا. عشان كده بقى اسمه ام جي بوزيتيف 2. طب لو كان اي ال اهو اي ال 13 هيبقى دوت بوزيتيف كام دوت؟ بوزيتيف 3. برافو عليك. ماشي يا صديقي؟ وده شرح تفصيلي للكلام اللي احنا لسه قايلينه. تعالى نخش على النون ميتال. النون ميتال نفس الفكره بتاعت الميتال، بس الميتال كان لازم في الاوتر موست انرجي ليفل يبقى 1 او 2 او 3. 1 او 2 او 3. في النون ميتال لا، يبقى 5 او 6 او 7. طب يكتسب ولا يفقد؟ لا، في الحاله اللي زي دي هيكتسب. تعال بص معايا كده اهوت، انا هديك اكزامبل زي بالظبط كده. السي ال 17 2 8 7. الراجل الطيب دوت اخره 7، عنده حاجه من الاثنين، يا اما يكتسب واحد يبقى 8 يبقى كومبليتلي فيلد،
يا اما يفقد السبعه كلهم. انهي اسهل؟ يكتسب واحد. يكتسب ايه؟ واحد. فده نون ميتال ولا مش نون ميتال؟ نون ميتال. طب بص كده، سلفر 16 2 8 6 اخره 6 اهو. بص كده، فوسفرس 18 فوسفرس 15 2 8 5 اخره 5. فلما تلاقي 5 او 6 او 7 اعرف على طول ان هو نون ميتال، والنون ميتال ديورنج كيميكال رياكشن تنتو جين اللي هي محتاجاه عشان تبقى مليانه بالالكترونات. طب يلا يا مستر بعد اذنك واحده واحده كده اهوت. الراجل الطيب دوت محتاج كام عشان يوصل لل8؟ يا اما يفقد يا اما يكتسب. فانا هسال نفسي يفقد ولا يكتسب؟ والله يا مستر اسلام دوت هيكتسب. دوت هي ايه؟ هيكتسب. ليه؟ لان هو هيفقد 7 ولا يكتسب 1 يبقى 8؟ لا، يكتسب 1 يبقى 8. فبالتالي هيبقى سي ال. ال 17 يفضلوا زي ما هم. يبقى انت عندك 17 بروتونز اهو، 17 بروتون بوزيتيف. الراجل الطيب دوت احنا قلنا هيبقى 2 8 بقى عنده كام الكترون دلوقتي؟ بقى عنده 18 الكترون نيجاتيف. مين اكتر؟ الالكترون النيجاتيف هو اللي اكتر. مين اكتر؟ الالكترون النيجاتيف. فانت يا نوت يا صديقي لقيت ان الالكترونز بعد ما ده اكتسب الكترون بدأ يبقى عنده 18 الكترون نيجاتيف و17 بروتون. مين اكتر؟ قال لك يا مستر ال 18 الكترون اكتر بكام؟ اكتر بواحد، يبقى ده يشيل نيجاتيف. عشان كده النون ميتال لما بيكتسب الكترون بيشيل نيجاتيف. في الحاله اللي زي دي الراجل الطيب ده اسمه ايه؟ اسمه اتوم يا مستر. اما الراجل الطيب ده اسمه ايه؟ اسمه ايون يا مستر. ايون نوعه ايه؟ نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ لا نوعه نيجاتيف يا مستر. ومعنى انه نوعه نيجاتيف يا مستر يعني معناه ان هو عمل، برافو، عمل جين لالكترونز. طب ما تيجي اديك اكزامبل تاني. انت بقى رد معايا. سلفر 16 2 8 6. الراجل الطيب دوت عنده حاله من الاثنين عشان يبقى 8 في الاخر. يا اما يفقد يا اما يكتسب 2 الكترون اول حاجه، يا اما يفقد 6 الكترون. انهي اسهل له؟ لا الاسهل يا مستر اسلام انه يكتسب 2 الكترون، ما يفقدش 2 الكترون، 6 الكترون. فده هيكتسب 2، هيكتسب ايه؟ 2. كلام جميل. فيبقى سلفر 16 2 8 6. احنا قلنا هيكتسب صح؟ يعني جين كام الكترون؟ 2 الكترونز يا مستر اسلام. في الحاله اللي زي ديت لما يكتسب 2 الكترون، تعالى نكتب عدد البروتونز بتاعتك هنا 16 بوزيتيف اهم. طب والالكترونز 2 8 6، يبقى الالكترونز برضو بتاعت سيادتك 16 هي كمان، بس 16 نيجاتيف. صح الكلام؟ لما يكتسب 2 تعالى نخرجه بره يلا. 16 2 8 ما انت خدت 2 على 6 بقوا 8. طب يلا البروتونز بكام هنا اهوت؟ البروتونز انا عارف انها ب 16 بوزيتيف. طب والالكترونز 2 و8 و8 يعني 18 نيجاتيف. 18 الكترون نيجاتيف. في فرق ما بين الالكترون والبروتون ولا لا؟ في فرق بكام؟ ب2. لمين؟ لصالح مين الاثنين دولت؟ لصالح الالكترون ولا لصالح البروتون؟ لا يا مستر لصالح الالكترون، لان الالكترون اكتر من البروتون، فبالتالي هيبقى نيجاتيف. بس هقول 2 نيجاتيف. هقول ايه؟ 2 نيجاتيف. ماشي يا صديقي؟ 2 نيجاتيف. تمام يا مستر اسلام. يعني السلفر هنا نيجاتيف 2. ايوه نيجاتيف 2. صعبه؟ لا. طب ما تيجي نشوف الفوسفورس، ولا اقول لك اعمل لي انت الفوسفورس واكتب لي في الكومنت. الفوسفورس بتاع حضرتك هو بي 15. وزع قول لي هو نون ميتال ولا ميتال، وبعد ما توزع وتقول لي هو نون ميتال ولا ميتال هتقول لي جين ولا لوز، وهيجين كام او هيلوز كام. تمام؟ تمام يا مستر. ففي الحاله اللي زي ديت ادي بعض الاليمنتس او الاكزامبلز اللي انت هتشتغل عليها. بعد كده بيقول لك البيهيفير اوف نون ميتال during chemical reaction. والله يا مستر انا عارف ان البيهيفير بتاعها during chemical reaction انها بتجين electrons to complete its outermost energy level. ففي الحاله اللي زي دي هتعمل نيجاتيف ايون لانها بتجين الكترونز. بتجين ايه؟ الكترونز يا صديقي. طب تعالى لي خش كده في الجزئيه الثانيه. اكزامبل تاني بالنسبه للاكسجين 266 ده هو
نون ميتال. يلوز ال 6 عشان يبقى مليان بال 2. ما هو كده كده ده مليان، خلي بالك ده مليان الكي، مش الكي بتتملي ب 2. قال لك اه. يبقى يلوز ال 6 عشان تتملي ب 2 تبقى مليانه، ولا يجيني 2 ويملى دوت يخليه 8؟ لا، يجيني 2 ويخليه 8. فبالتالي الالكترونز بقت هنا 10، 2 و8 10. اما البروتونز كانت كام؟ 8. هنا الالكترون والبروتون كانوا قد بعض. مالكش دعوه بالنيوترون، انا النيوترون ما بيأثرش معايا لان اوريدي كده كده النيوترون نيوترال، فما بيأثرش ما بيأثرش. تمام؟ تمام يا مستر اسلام. وفي الحاله اللي زي ديت انت لاحظت حاجه. ايه هي يا مستر اسلام؟ ان انت لو عندك حاجه زي الصوديوم مثلا، فالصوديوم دوت لما عمل لوز 1 الكترون اتحول لصوديوم بوزيتيف 1، فبالتالي بقى اسمه ايه؟ بوزيتيف ايون. بس ده كان عباره عن ايه؟ ايوه، عباره عن ميتاليك اليمنت، يعني عباره عن ميتال يعني. تمام؟ ميتاليك اليمنت عباره عن ميتال. فالميتال اتوم لوز الكترونز تتحول لبوزيتيف ايون. طيب لو عندك حاجه زي السي ال، فده يا مستر احنا لسه قايلين ان هو هيجين 1 الكترون، فبالتالي هيتحول لسي ال نيجاتيف، فده بنسميه ايه يا مستر اسلام؟ بنسميه نيجاتيف ايون، بنسميه نيجاتيف ايون. طب وهنا كان اسمه ايه؟ كان اسمه نون ميتاليك element. non metallic element. طب يا مستر اسلام ما هو النون ميتاليك element during chemical reaction تنتجين ان الكترون or more، الكترون او اكتر، هتتحول لنيجاتيف ايه؟ ايون. يبقى ايه معنى كلمة ايون بقى يا مستر؟ ايه معنى كلمة ايون يا مستر؟ والله يا مستر اسلام ايون ده هو اتوم عادية خالص كان عندها الالكترونات بتاعتها وقاعدة في امان الله. اذا كانت الاتوم ديت عملت لوز او جين، يعني اذا كانت ميتال فهتعمل لوز، اذا كانت نون ميتال هتعمل جين. كلام جميل. فهتتحول، هتعمل ميتال الالكترونات، فهيبقى ليها تشارج. التشارج ديت يا اما هتبقى بوزيتيف يا اما هتبقى نيجاتيف during chemical reaction. during chemical reaction. طيب الاتوم ديت لو كانت ميتال هتعمل لوز ولا هتعمل جين؟ هتعمل لوز، فبالتالي تتحول لبوزيتيف ايون. يبقى الاتوم اوف ميتاليك اليمنت ذات لوزز بس. ميتاليك اليمنت ذات لوزز بس. هتفقد ايه يا مستر اسلام؟ هتفقد الكترونات او اكتر اثناء التفاعل. طيب لو كان بتعمل جين بقى، فبالتالي هتبقى نيجاتيف ايون، ما هو بتعمل جين للالكترونات، فبالتالي دي اتوم اوف نون ميتاليك اليمنت that gain electron or more during chemical reaction. فهمت الفرق ما بين الايون والاتوم؟ يبقى انت كده هتغمض عينيك بقى وتقعد بقى تحكي في كل اللي احنا كنا بنقوله دوت واحده واحده، كل سلايد تخلص ابدا حضرتك اشرحها لنفسك. الايون معناها ان في حاجه اكتر من حاجه، يا البروتونز اكتر فهتبقى بوزيتيف ايون، يا الالكترونز اكتر فهتبقى نيجاتيف ايون. انما الاتوم الاثنين قد بعض، الاثنين ايه؟ قد بعض. في مشكله يا صديقي؟ مفيش مشكله مستر اسلام. اخر نوع عندك دلوقتي هو النوبل جاز يا مستر والميتالويد. الميتالويد دولت هم مجموعه من الاليمنت صغيرين ودولت سهلين يعني ما تقلقش منهم. النوبل جاز بقى هعرفه ازاي؟ قال لك والله يا مستر اسلام النوبل جاز دوت ده اليمنت، الاليمنت ديت دونت بارتيسيبيت ان اني كيميكال رياكشن، ما بتشتركش في اي تفاعل ايا كان ايه هو. ليه؟ لان انا هقول لك على حاجه، انا دلوقتي كاسلام لو راجل خلاص انا راجل مستقر كده، انا راجل ايه؟ مستقر، فمش هتفاعل مع حد، مش هتكلم مع حد ولا صح؟ مش هيبقى في اكتيفيتي يعني، مش هبقى اكتف. انما النوبل جاز هو ان اكتف. ليه بقى؟ ما بيتفاعلش. ليه؟ لان هو الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه اصلا مليان بالالكترونات. بص كده عندك حاجه زي النيون، النيون ده 10 ان اي، تمام؟ فهيبقى 2 8. مليان ولا مش مليان؟ مليان. تيجي اسالك سؤال، انا عايزه يفقد عشان يبقى مليان، هتقول لي طب ما هو مليان مش هيفقد. طب انا عايزه يكتسب عشان يبقى مليان، طب ما تقول لي ما هو مليان فمش هيكتسب. يعني هو مش هيعمل حاجه خالص؟ قال لك مش هيعمل اي حاجه خالص، هيفضل زي ما هو كده نيون، لان هو اوريدي ايه؟ مليان. عشان كده they are elements which don't participate، ما بتشاركش in any chemical reaction خالص، ما بتشاركش في الاوردينري كونديشنز، يعني
من غير ما نضغط عليه. لو احنا ضغطنا عليه هيبدا يتفاعل. ضغطنا عليه يعني ايه؟ يعني عملنا له هيت، دخلنا عليه الكتريستي قويه بتاع، هيبدا يتفاعل. تمام؟ ليه بقى؟ due to the completeness of their outermost energy level. علشان الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه مليان بالالكترونات. الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه مليان بالالكترونات. تمام يا صديقي؟ تمام يا مستر. يعني انت دلوقتي فهمت يا صديقي ان انا لما اوزع الالكترون بتاع الهيليوم او النيون او الارجون هتلاقيه مليان. واحنا قلنا اتفقنا اتفاق اذا كنت اولى ولا ثانيه ان مليان بالالكترونات يبقى اخره 8. طب يا مستر انا عايز افهم ليه 8؟ طب ما انت لسه قايل لي 18 و32، ليه 8 بالذات؟ قال لك مش هتفهمها الا في الدرس الرابع في شابتر 1 في ثانيه ثانوي. فانا مش محتاجك تفهمها لو انت في اولى. لو انت في ثانيه لما نوصل لها في الدرس هوضحها لك. ماشي يا حبيب قلبي؟ في مشكله في كلامي دوت؟ يبقى خلاص انا عرفت الهيليوم والنيون والارجون بتاع سيادتك، ودولت مهمين ان هم نوبل جاز. ومن هنا يا صديقي بما اننا تعرفنا على الميتال والنون ميتال وعرفنا ان النوبل جاز ما بتتفاعلش فخلاص اركنها، فانت عندك دلوقتي ميتال ونون ميتال. الميتال والنون ميتال بتوع حضرتك دولت يا صديقي الصدوق في الحاله اللي زي ديت هيرتبطوا ببعض ازاي؟ دي اسمها كيميكال بوند. هنا تاخد نفس عميق بقى وتركز معايا. ايه انواع البوند اللي عندي سيادتك؟ مستر انواع البوند اللي عندي ايونيك بوند وكوفيلنت بوند. اقول لك يا سلام عليك، مزيكا ولا والله. فعلا انت عندك نوعين من البوند. عندك كام نوع؟ نوعين، ايونيك وكوفيلنت. طيب تحب نبدا بمين؟ بالكوفيلنت؟ لا بالايونيك. طيب نبدا بالايونيك. بص يا سيدي، خليني اقول لك ان انت لازم تبقى مركز في الكلام اللي هيتقال لسيادتك حالا. لما اجي اقول لك كلمه ايونيك بوند يعني رابطه بين الايونز. الايونز عند سيادتك نوعين. ايه هما؟ ممتاز، صح، بوزيتيف ايون، ما احنا لسه قايلين بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون، صح الكلام دوت؟ خلينا اكتب نوت هنا اهوت قبل ما ابدا في كلامي. النوت ديت هتفيدك كتير. بص يا سيدي، لما تجيب بوزيتيف مع بوزيتيف مع بوزيتيف يحصل لهم ريبالشن، اتراكشن ولا ريبالشن، يبعدوا عن بعض. لما تجيب مثلا مغناطيس، خلينا نتكلم في المغناطيس اسهل. لما تجيب مغناطيس نورث مع نورث وتقربهم هتعرف؟ لا، ليه؟ هيبعدوا عن بعض، صح؟ كل ما تقرب واحد للتاني، كل ما تقرب واحد التاني يبعد، تقرب ده يبعد، صح كده؟ فبوزيتيف مع نيجاتيف بيبعدوا عن بعض. فكل اللي هتعمله لي هتروح ممشي لي ده كده وممشي لي ده كده عشان تقول لي كلمه ريبالشن فورس بتوين بوزيتيف ايون. طيب لو كان نيجاتيف، طب ما هو الساوث والساوث بقى، فبالتالي برضه هيحصل ما بينهم ريبالشن. هيحصل ما بينهم ايه؟ ريبالشن. طب بوزيتيف مع نيجاتيف، قال لك لا ده بوزيتيف مع نيجاتيف يعني ساوث مع نورث اتراكت تو اتش اذر. فبالتالي هنا هو دوت هيأتراكت مع ده، دوت هيأتراكت مع ايه؟ مع دوت، يبقى هيشدوا بعض. فكلمه ايونيك ايونز انا لسه عارفها دلوقتي يا مستر اسلام، هي بوزيتيف ونيجاتيف، بوزيتيف ونيجاتيف. فلما اجي اقول لك كلمه بوزيتيف ونيجاتيف وتقربهم من بعض يحصل يرتبطوا ببعض. يرتبطوا بايه؟ ببعض. فيحصل الكتروستاتيك اتراكشن فورس، يعني قوه ربط ما بين الايونز، ما بين الايه؟ الايونز بتاعت سيادتك اللي هي البوزيتيف والنيجاتيف. يبقى it is a chemical bond resulting from electric attraction between البوزيتيف ايون اللي هو كان جاي من الميتال اتوم and the negative ion اللي كانت جايه من النون ميتال اتوم، من النون ميتال اتوم. يبقى الايونيك بوند تتكون ما بين مين ومين؟ ما بين الميتال لما يلوز يتحول بوزيتيف، والنون ميتال لما تجين تتحول نيجاتيف. بوزيتيف نيجاتيف اتراكت تو اتش اذر. فبالتالي الايونيك بوند عشان تتكون ما بين حاجه زي كده ان ايه مثلا، يعني اهو ان ايه ده 11، فبالتالي هيبقى 2 8 1. ده هيلوز ولا هيجين؟ لا يا مستر ده هيلوز، فبالتالي هيبقى ان ايه بوزيتيف. هيلوز كام الكترون؟ هو الكترون واحد. فينه؟ اهو الالكترون اللي هو فقده. يبقى انا كان معايا الكترون رحت راميه على الارض، كان معايا الكترون رحت راميه
على الارض. طيب تعالى اليمه الثانيه، تعالى اليمه الثانيه اهو السي ال 17 ده 2 8 7. خلينا نعكسها بس عشان يبقوا هم مقابلين لبعض. ماشي ماشي. دوت هيلوز ولا هيجين؟ لا ده المفروض يجين. طب هو هيجين منين؟ هياخد منين؟ ما هو لو واحد هيلوز خلاص هو رماه. ده هيجين منين؟ قال لك هيجين اللي عمل له لوز، اللي الصوديوم عمل له لوز، فبالتالي هيروح ياخد الالكترون ده. مش الالكترون ده نيجاتيف اصلا؟ يروح طالع هنا. يبقى ايه؟ ده يترمي ده يطلع هنا، صح كده؟ حلو قوي. ده بقى ايه؟ نيجاتيف، وده بقى ايه؟ بوزيتيف. الاثنين بيحبوا بعض ولا ايه؟ هيبعدوا عن بعض؟ لا بيحبوا بعض، يقربوا من بعض. يبقى يقرب منه، يقرب منه. فهمت يا صديقي ولا ما فهمتش؟ فهمت. فهنا هو حصلت بوند ما بينهم. البوند دي اسمها ايه؟ الكتروستاتيك اتراكشن فورس. الكتريك اتراكشن بتوين البوزيتيف ايون اللي هو ده اللي عمل لوز اللي كان جاي اصلا من الميتال، والنيجاتيف ايون اللي هو ده اللي عمل جين اللي اصلا اتحول، اللي هو كان اصلا نون ميتال. وصلت؟ فبدا بوزيتيف ونيجاتيف قربوا من بعض، حصل اتراكشن، كون لك حاجه اسمها ايه؟ NaCl اللي هو التيبل سولت، ملح الاكل. ولا ملح الاكل NaCl التيبل سولت. فهمت ولا ما فهمت؟ طب ما تيجي تديني اكزامبل تاني يا مستر. حاضر يا صديقي. بص يا حبيب قلبي، الام جي دي 12 2 8 2 هتلوز ولا هتجين؟ هتلوز. هتلوز كام الكترون؟ هتلوز 2 الكترون. ادي ال 2 الكترون، فهتبقى ام جي بوزيتيف 2. وانا قلت لك هي ليه بقت بوزيتيف 2؟ ادي الكترون وادي الكترون، ده نيجاتيف وده نيجاتيف. طب تعالى اليمه الثانيه، انا عندي اكسجين يا مستر اسلام وده 8 2 6. الراجل الطيب ده محتاج كام الكترون؟ محتاج 2. فالاكسجين هتشيل فوقيها نيجاتيف 2. هتاخدهم منين؟ هتاخدهم من هنا اهو. هتاخدهم منين؟ هتاخدهم من هنا. فبالتالي هيبقى اكسجين تاخد دولت، فتبقى نيجاتيف 2 وده فقدهم خلاص. تمام تمام يا مستر اسلام. هيحصل ما بينهم اتراكشن ولا مش هيحصل؟ هيحصل ما بينهم اتراكشن، يعني قربوا من بعض، يحصل اتراكشن ما بينهم. فيبدا يتحول ل Mg2 MgO. ده نيجاتيف 2 وده بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف 2. الاثنين كنسلوا بعض كده اهوت، فبقى MgO. حصل اتراكشن ولا ما حصلش اتراكشن؟ حصل اتراكشن يا مستر اسلام. فهمت يا بيه ولا ما فهمتش؟ فهمت يا دكتوره ولا ما فهمتيش؟ اتمنى من الله ان انتوا تكونوا فهمتوا، وده شرح تفصيلي للي انا قلته. شرح تفصيلي للي انا قلته يا دكاترتي. وبكده يبقى الايونيك بوند باي باي كامبورا، ونخش على الكوفيلنت بوند. لو رحت ترجمت كلمه كوفيلنت فهتلاقي كلمه كوفيلنت هي مشاركه. مشاركه يعني ايه؟ يعني حد بيشارك بحاجه والتاني بيشارك بحاجه تانيه. بمعنى ان انت مثلا لو عامل شركه ما بينك وما بين واحد زميلك وقلت له والله احنا هنفتح مثلا محل موبايلات، انا هدي لك 100,000 جنيه وانت هتدفع 100,000 جنيه. دي مشاركه ولا مش مشاركه؟ مشاركه. اهي دي الكوفيلنت. طب الايونيك لا، كان واحد بيدفع 100,000 جنيه وواحد بياخد ال 100,000 جنيه، يعني واحد بيلوز وواحد بيجين. ده بالنسبه للايونيك، فواحد بيبقى بوزيتيف وواحد بيبقى نيجاتيف، فيحصل ما بينهم اتراكشن. تمام. اما الكوفيلنت لا، الكوفيلنت واحد بيشير الكترون اهو، كف ايديا دوت اسمه الكترون، واحد بيشير الكترون تاني كف ايديا ده، فعملوا هما الاثنين بوند. البوند دي اسمها ايه؟ اسمها كوفيلنت بوند. كوفيلنت ايه؟ كوفيلنت بوند. تمام تمام. طب الكلام ده بيحصل ما بين مين ومين؟ قال لك ما بين النون ميتالز بس. الايونيك كان بيحصل ما بين الميتال والنون ميتال. الكوفيلنت بيحصل ما بين النون ميتالز بس. النون ميتالز بس. تمام يا مستر؟ تمام جدا يا مستر اسلام. يبقى it is a chemical bond between the atoms of non-metals مع بعضها. ماشي. في منها كام نوع دي يا مستر؟ في منها 3 انواع: single covalent bond، double covalent bond، triple covalent bond. طب دي بتعتمد على ايه؟ مش احنا لسه قايلين انها مشاركه share of electrons؟ قال لك لو احنا هنشارك، ده هيشارك بالكترون وانا هشارك بالكترون فاسمه سنجل كوفالنت بوند. طب لو انا هشارك باثنين واللي قدامي هيشارك باثنين فاسمه دبل كوفالنت بوند. طب لو انا هشارك بثلاثه واللي قدامي هيشارك بثلاثه
فاسمه تريبل كوفالنت بوند. طب واحنا بنشارك امتى بواحد وامتى باثنين وامتى بثلاثه؟ ما انت لازم تعرف امتى. قال لك اصل هي المشاركه الهدف منها ايه؟ الاستقرار. طب مش احنا لسه قايلين ان الاستقرار الاستابيليتي ان الاتوم بتاعت حضرتك تبقى كومبليتلي فيلد باي الكترونز؟ قال لك اه. واحنا قلنا ده نون ميتال يعني هياخد الكترونات. فلو اللي انا محتاج الكترون علشان ابقى مستقر، فبالتالي هشارك بالكترون علشان ابقى سنجل كوفالنت بوند. طب لو انا كنت عندي 6 الكترونات في الاوتر موست انرجي ليفل، فانا محتاج 2 عشان ابقى 8. مش هو لو كان 6 الكترونات في الاوتر محتاج 2 عشان يبقى 8؟ اه. فساعتها يعمل سنجل ولا يعمل دبل؟ لا يعمل دبل بقى، ما انا محتاج 2. طيب لو انا عندي 5 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، فانا محتاج كام عشان ابقى 8؟ 3. كالكوليتر ايه اللي تمسكها؟ 8 ناقص 5 تديك 3 في ايه؟ فبالتالي هيبقى 3 الكترون. ال 3 الكترونز ديت يا دكتورنا يبقى محتاج يعمل كام بوند عشان يبقى محتاج يعمل 3، لان هو محتاج 3 بوند. فالسنجل معناه ان هو الكترون واحد عشان يبقى كومبليتلي فيلد. اديك اكزامبل؟ اديني اكزامبل. بص يا سيدي، احنا قلنا 2 نون ميتالز مع بعض، تمام؟ فلو عندك Cl17 2 8 7، الراجل الطيب ده محتاج كام الكترون عشان يبقى 8؟ محتاج واحد، يبقى يعمل نوعها سنجل كوفالنت بوند. طب واخوه Cl17 يبقى برضه 2 8 7، محتاج كام الكترون؟ محتاج الكترون واحد. هما الاثنين تعالى بقى نرسمهم، يعني تعالى نرسمهم. انت خلاص شفت الديزاين، شفت الالكترون كونفيجريشن، ارسمهم لي بقى اهو. ادي الانرجي ليفل الاول، وادي الثاني، وادي الثالث. بس ركز معايا في الكلام. الثالث اللي هو الاخير دوت، خلاص دولت ده في 8 وده في 2، تمام؟ خلينا بقى في الاخير في 7، صح؟ ادي 1 2 3 4، ادي 5، ادي 6، وادي السابع. اليمه الثانيه ما هو نفس الكلام يا مستر اسلام. ادي البوزيتيف بتاعها حضرتك، وادي الاول، وادي الثاني، وادي الانرجي ليفل الثالث. الاول مبلي ب2 والثاني مبلي ب8، يبقى الاخير مبلي ب7. ادي 1 2 3 4 5 6، وادي 7. انا حطيت الالكترون بتاعي من اليمادي والالكترون من اليمادي لان هم دول اللي هيشاركوا مع بعض، فانا هخليهم قريبين من بعض. انما كل 2 2 2 مش هيشاركوا في حاجه، فانا هشارك بالكترون واحد، فانا هحط واحد وواحد. طب لو هشارك ب2 يبقى اخلي هنا 2 و2، تمام؟ تمام. فالراجل ده هيشارك بواحد والراجل ده هيشارك بواحد، فبالتالي هيعملوا هما الاثنين بوند. البوند اللي اتكونت ما بينهم اسمها ايه؟ اسمها كوفالنت بوند. فده النوع بتاع السنجل كوفالنت بوند. طب تعال نشوف كده زي اللي قدام حضرتك ده. الهيدروجين H1 يبقى عنده الكترون واحد. طب والهيدروجين اخوه H1 يبقى عنده الكترون واحد. ده هيشارك بكام الكترون؟ بالكترون. وده هيشارك بكام؟ بالكترون. فبالتالي كل واحد شارك بالكترون فعملوا بوند علشان يبقى مليان بالالكترونات عشان تكمبليت اتس اوتر موست انرجي ليفل. فانا كده كده الهيدروجين اصلا، مش انت عارف ان الهيدروجين H1 اساسا؟ فانت لو رحت وزعته H1 اهو 1، ده محتاج كام الكترون عشان يبقى مليان؟ يا مستر هو اول الكترون بيبقى مليان بكام؟ ب2. خلاص يبقى هو محتاج الكترون واحد عشان يبقى مليان بالاثنين بتوعه. تمام يا صديقي؟ هو الوحيد اللي بيبقى مليان ب2، الباقي بيبقى مليان ب8. هو الوحيد الكي هو اللي مليان ب2 الكترون. اي انرجي ليفل تاني يبقى مليان ب8 الكترون. تمام؟ تمام يا مستر. طيب تعالى نبدا نشوف الدبل بقى. الدبل او قبل الدبل ناخد اكزامبل تاني، بس اكزامبل اكبر شويه. بص يا حبيب قلبي، الراجل الطيب ده اللي هو الاكسجين 8 وزع 2 6. مستر تقول لي نعم ده في 6، يبقى ده هيعمل دبل كوفالنت بوند. اقول لك لا لحظه، في الاكزامبل ده هو هيعمل سنجل، بس هيعمل سنجل من اليمادي. هو دبل، انا محتاج 2، فانا هعمل سنجل من اليمادي وهعمل سنجل من اليمادي، فانا هعمل 2 سنجل. هعمل ايه؟ 2 سنجل. ما انا يا اما اعمل سنجل وسنجل فانا بقيت برضو دبل عادي، انا محتاج 2 الكترون فعملت سنجل وسنجل، يا اما اعمل واحد دبل على طول، واحد دبل مع حاجه واحده. مش فاهم؟ افهمك، انا افهمك دلوقتي بس ركز معايا. يبقى الراجل الطيب دوت محتاج كام بوند دلوقتي؟ 2. يبقى اما الاثنين دولت يبقوا واحده دبل، يا اما تاخد واحده وواحده. بمعنى انت رايح تشتري بسكوت، انت هيكفيك تاكل بسكوتين، كلام جميل. يا اما تاخد بسكوته لوحدها وبسكوته لوحدها، كل واحده في كيس لوحدها، يا اما تاخد من نفس النوع بس حاجه جديده البسكوتين في كيس واحد. فهمت؟ فبالتالي يا اما تاخد سنجل وسنجل، يا اما تاخد واحده دبل.
هي دي فكره الاكسجين. فهو هنا هيعمل سنجل وسنجل، هيعمل ايه؟ سنجل وسنجل. بص كده ادي الاكسجين اتوم وزعناه 2 في الانرجي ليفل الاولاني و6 في الانرجي ليفل الثاني، ادي 2 و2 4 وادي 1 وادي 1 يبقوا 6. تمام؟ تمام. 2 و2 مالناش دعوه بيهم. الواحد والواحد بقى هيروح يشير الالكترون مع الهيدروجين، واليمه الثانيه هيشير الالكترون مع الهيدروجين. ما انا عارف ان الهيدروجين اصلا ب1، الهيدروجين بتاعك ب1، فهيشيروا الالكترونات 1 و1 1 وايه؟ 1 و1. في الحاله اللي زي ديت بدا يعمل بوند من هنا اسمها سنجل، وبوند من هنا اسمها سنجل. يبقى الالكترون بقى ساتيسفايد دلوقتي، بقى مرضي، والهيدروجينتين مرضيين. تمام؟ تمام يا مستر. اما بقى لو الاكسجين بتاع سيادتك اللي هو 8، وهنا لازم تركز قوي، 2 6، فالراجل الطيب ده لما تيجي تعمل له الكترونيك كونفيجريشن وتعمل لي الاتوم، هنا هو كده فيه الكترونين، وبره هنا هو فيه 6 الكترونات اهو. ادي 1 2 3 4 5 6. في الحاله اللي زي ديت هيجي اخوه بقى اكسجينه تانيه بوزيتيف، فيها 2 الكترون من جوه اللي هم دولت، وفيها من بره كام الكترون؟ 6. ادي 1 2 3 4 5 6. دي محتاجه كام الكترون علشان تبقى مليانه؟ محتاجه 2. ودي محتاجه كام؟ برضه محتاجه 2. فهم الاثنين هيشيروا كده. شايف انت الفرق ما بين دي وما بين دي؟ دي من هنا سنجل ومن هنا سنجل، فعملت 2. اما دي اسمها دبل بقى، ما اسمهاش سنجل وسنجل، لا اسمها دبل مع بعض. فيا اما تشتري بسكوته لوحدها، بسكوته لوحدها، وهنا بسكوته، يا اما تشتري باكج 2 بسكوته في كيس واحد اهو، بسكوتين 2 بسكوته في كيس واحد. تمام؟ فهمت الحته دي؟ تمام يا مستر اسلام. فدي اسمها دبل كوفيلنت، دبل كوفيلنت زي اللي انت هتشوفه دلوقتي ده اهو. الدبل كوفيلنت ده اهو قدام حضرتك، ادي اكسجينه وادي اكسجين، دي محتاجه 2 ودي محتاجه 2، فدي هتشير لاختها 2 ودي هتشير لاختها 2. عارف اقول لك، عارف يا بنوته زي ايه بالظبط؟ زي ايه يا مستر اسلام؟ زي بالظبط لما نيجي نغوص، احنا الاثنين نازلين بنغوص في الميه ومعناش غير انبوبه اكسجين واحده، فانا باخد نفس ولا ادي لك نفس، انا اخد النفس وانت نفس، انا نفس وانت نفس. تمام؟ اهي دي نفس الفكره. انا باخد وانا غايص، وانا بغوص تحت كده نفس، اخد النفس اروح مشارك معاه، تفضل مشاركه رايحه جايه بينا اهو. ده نفس الكلام، مشاركه رايحه جايه ما بين التو اتومز، مشاركه رايحه جايه ما بين التو اتومز. تمام يا صديقي؟ تمام. اما بقى التريبل، قال لك اللي هنا بيشارك ب3 واللي هنا بيشارك ب3. تمام؟ يبقى اللي هنا محتاج 3 واللي هنا محتاج 3 زي ما انت شايف كده. تعالى النيتروجين لما تيجي توزعه هيبقى 2 5 2 5. ده محتاج كام عشان يبقى كومبليتلي فيل؟ 3. طب ودوت 2 5 محتاج كام عشان يبقى كومبليتلي فيل؟ برضه 3. فبالتالي هيشاركوا 3 مع 3، ادي 3 من هنا وادي 3 من هنا، فيعمل تريبل كوفيلنت بوند. تمام يا صديقي؟ تمام يا صديقي. فهنا هو اتعمل لي تريبل كوفيلنت بوند، تريبل كوفيلنت بوند. طيب، ومن هنا نبدا نخش على الكيميكال كومباوند بقى. ايه الكيميكال كومباوند يا مستر اسلام؟ والله يا مستر انا عايز اعرف اكتب ازاي كيميكال كومباوند، رمز كيميائي اكتبه ازاي؟ قال لك بص يا حبيب قلبي، الطريقه هتبقى بسيطه جدا، بس لازم هيكون فيها حفظ حاجات معينه. حفظ ايه؟ حفظ الفالنسي. حفظ ايه؟ الفالنسي. تعالى لي اوضح لك هي ايه الفالنسي. قال لك الفالنسي دي هي عدد الالكترونز اللي الاتوم بتاعتك هتعمل لها لوز او هتعمل لها جين. تمام؟ عدد الالكترونات اللي الاتوم هتعمل لها لوز او جين. طب هي امتى بتعمل لوز؟ لما بتبقى ميتال. امتى بتعمل جين؟ لما بتبقى نون ميتال. لما بتبقى ايه؟ نون ميتال. تمام يا مستر؟ تمام. تعالى هنا اهوت انا قسمتهم لك لونين. اللون الاول اللي هو الازرق فده بتاع الميتال، اما اللون الاخضر فده بتاع النون ميتال. الفالنسي بقى واحده واحده كده معايا وركز، لان الكلام ده والله لازم يتحفظ يا صديقي،
ده بعد اذن سيادتك. لو ما اتحفظش هيبقى في مشاكل في كتابه الكومباوند، هيبقى في فعلا مشاكل في كتابه الكومباوند. بص يا حبيبي، الميتال ده بيلوز ولا بيجين؟ بيلوز. بيبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بيبقى بوزيتيف، فبالتالي اكتب لي فوقيه كده بوزيتيف. طب والنون ميتال بيلوز ولا بيجين؟ بيجين. بيبقى نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ بيبقى نيجاتيف، فاكتب لي فوقيه كده نيجاتيف. على فكره الشرطه دي والفي اي معناها انها نيجاتيف، العلامه دي اللي هي بوزيتيف دي والفي اي معناها انها بوزيتيف. تمام. لما اجي اقول لك ان السيلفر اي جي هو مونوفيلنت فمعناه ان هو بوزيتيف 1، الصوديوم مونوفيلنت فمعناه ان هو بوزيتيف 1، الليثيوم مونوفيلنت فمعناه ان هو بوزيتيف 1، البوتاسيوم مونوفيلنت فمعناه ان هو بوزيتيف 1. طب داي فيلنت معناه ان هو بوزيتيف 2، كل ده كده. طب تراي فيلنت معناه ان هو بوزيتيف 3. تمام. الحاجات دي بتتحفظ لازم تحفظ بوزيتيف 1 وبوزيتيف 2 وبوزيتيف 3 وتحفظهم، تحفظ كل ده كده. طب والنون ميتاليك اليمنت ما هو بالنيجاتيف، فلما اقول لك مونوفيلنت تقول لي الفلورين اف نيجاتيف 1، البرومين بي ار نيجاتيف 1، اي نيجاتيف 1، سي ال نيجاتيف 1، هيدروجين نيجاتيف 1. بس خليني اقول لحضرتك على حاجه، ان الهيدروجين بيلوز بيجين الكترونز لان هو نون ميتال، ولكن في اغلب الاحيان بيبقى بوزيتيف. فخلي الهيدروجين اتش في دماغك انه اتش بوزيتيف دلوقتي. تمام. يبقى الهيدروجين خليه في دماغك بوزيتيف، لان النيجاتيف دوت في حالات معينه مش هتدرسها دلوقتي. النيجاتيف دوت في حالات معينه اسمها هيدرايدز، اللي هي الميتال هيدرايد، فانت مالكش دعوه بيه دلوقتي، انت احفظه كانه اتش بوزيتيف دلوقتي. هشرحها لك امتى؟ هشرحها لك لما تخش ثانيه ثانوي الترم الثاني. ماشي يا صديقي؟ طب الاكسجين داي فيلنت فهو نيجاتيف 2. طيب الكربون تترا فيلنت فهو نيجاتيف 4. الحاجات دي تتحفظ ليه؟ لان لما تجيلك اسم حاجه جوه كومباوند لازم تبقى عارف الفالنس بتاعها، لازم تبقى عارف الفالنس بتاعها، لازم تبقى عارف الفالنس بتاعها. ماشي؟ ماشي يا مستر اسلام. تعالى لي بقى هنا اهو. في بعض الميتاليك والنون ميتاليك اليمنت لما بتيجي تلوز او بتجين، يا اما بيبقى ليها اكتر من فالنس، يا اما بتلوز الكترون واحد او اتنين او تلاته على حسب يعني. تعالى اوري لك الكلام دوت علشان برضو تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. لو احنا قلنا الازرق ميتاليك فخلاص الازرق ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا يا مستر ده بوزيتيف خلاص، اللي هو الميتاليك فده بوزيتيف. اما الاخضر نون ميتاليك فده نيجاتيف. تعالى لي بقى واحده واحده. شايفين الكبر؟ بوزيتيف كام؟ يا مستر انت كاتب مونو داي. ايوه ما هو ممكن يبقى كبر بوزيتيف 1 او انه كبر بوزيتيف 2، ينفع ده او ده على حسب الكومباوند، على حسب الايه؟ الكومباوند. بيتكتب ازاي طبعا عشان ابقى فاهم جوه الاسم؟ قال لك يا اما بيكتب لك كبر 1 يا اما بيكتب لك كبر 2. طب والايرن؟ يا اما ايرن 2 يبقى ايرن بوزيتيف 2، يا اما ايرن 3 يبقى ايرن بوزيتيف 3، واسمائهم فرس او فرك. خلي بالك انت تقدر تقول الاسم ده او الاسم ده، يعني ايرن 2 او فرس، ايرن 3 او فرك. طب هل الاسماء عندنا في المنهج؟ الاسماء دي مش عندنا في المنهج، ولكن كانت موجوده في المناهج بتاعه اعدادي. تمام. طب وانت بتقولها ليه يا مستر اسلام؟ انا بقولها علشان تبقى المعلومه عند سيادتك، عشان طلبه مستر اسلام ما ينفعش تبقى موجوده في مكان وتسمع معلومه لاول مره تسمعها. لا 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 لا، مفيش الكلام ده. احنا بنخش لك في معاميع الكتب، ما بنسيبش، علشان نجيب لك كل حاجه او كل معلومه ان شاء الله هتفيدك، ان شاء الله هتفيدك. تمام. طب والميتاليك؟ يبقى خلاص انا عرفت ان الايرن بتاعك يا اما ايرن 2 يا اما ايرن 3، يعني يا اما بوزيتيف 2 يا اما بوزيتيف 3. طب والنون ميتاليك يا مستر اسلام؟ والله يا مستر اسلام النون ميتاليك دوت يعني نيجاتيف. السلفر والله ده ممكن يبقى سلفر داي فيلنت نيجاتيف 2، او سلفر تترا فيلنت، او سلفر هيكسا فيلنت. تمام. هيكسا فيلنت يعني في 6. طب والنيتروجين يا اما يبقى 3 يا اما يبقى بنتا فيلنت، والفوسفورس يا اما تراي فيلنت يا اما بنتا فيلنت. الكلام ده ما بنشتغلش عليه كتير الصراحه، يعني الجزء ده كده ما بنشتغلش عليه كتير. ماشي يا صديقي؟ ماشي يا مستر اسلام. حاجه تانية؟ لا يا مستر. نمسح كده ونخش على اللي بعده. ايه اللي بعده بقى مستر اسلام؟ انت دلوقتي كنت بتدرس ايه؟ مستر انا كنت بدرس الفالنسيز بتاعه الميتاليك اليمنت والنون ميتاليك اليمنت، اذا كان بوزيتيف او نيجاتيف، بس اليمنت لوحده. دلوقتي انا عندي حاجه اسمها اتوميك جروب. اتوميك جروب دي مجموعه من الاليمنتس مع بعض بتتعامل كانها اتوم واحده.
مجموعه مع بعض تعمل كانها ايه؟ حاجه واحده. يعني باكج. عارف انت حضرتك لما تيجي تخش مثلا سوبر ماركت كده وتلاقي صابونه عجبتك ريحتها، انت عايز تاخدها، فالراجل يقول لك انا اسف والله ده عرض يا فندم، يا اما تاخد الثلاث صابونات كلهم يا اما تسيبهم كلهم، ما ينفعش تاخد واحده بس. اهو ده نفس الكلام اللي قدامك دلوقتي، ان انا عندي حاجه زي الهيدروكسيد او اتش، انت لازم تاخدهم كلهم على بعض، الاثنين على بعض، ما ينفعش تاخد او لوحدها واتش لوحدها. تمام؟ فدي اسمها هيدروكسيد، الفالنس بتاعها نيجاتيف 1، وانا كاتب لك الفالنس فوقيها اهو. تمام؟ تحفظهم كويس جدا، دول تحفظهم كويس جدا. الاتوميك جروب ديت مجموعه من الاتومز مع بعضها، بنعتبرها كانها حاجه واحده وما ينفعش تبقى لوحدها، لازم يبقى في جنبها حاجه. يعني مثلا او اتش نيجاتيف ما ينفعش تبقى لوحدها، لازم يبقى في جنبها بوزيتيف. ان او 3 نيجاتيف ما ينفعش تبقى لوحدها، لازم يبقى في جنبها بوزيتيف. اتش سي او 3 نيجاتيف لازم يبقى في جنبها بوزيتيف. ان اتش 4 بوزيتيف لازم يبقى في جنبها نيجاتيف. ده لازم. الحاجات دي كلها تتحفظ، الحاجات دي كلها تتحفظ بعد اذن سنه. ولازم تاخد بالك برضو من الفرق البسيط ده، كل حاجه بقول لك خد بالك منها لازم تاخد بالك منها، ما بين النيتريت والنيترايت. نيتريت ان او 3 3 اكسجين، نيترايت ان او 2 2 اكسجين. تمام؟ وعندك هنا سلفيت كربونات والفوسفات. خلي بالك ان انت عندك في المسميات بتاعتك ATE يعني السافكس بتاعك اللي هو اخر مقطع في الكلمه كله بيبقى واحد. تمام؟ ده بيتسمى في بعض الفالنسز بتاعتك او بعض الاتوميك جروب اللي عند حضرتك. حتى بص ATE. تمام يا صديقي؟ تمام يا مستر. كلهم في الاتوميك، كلهم اللي انت هتدرسهم تماما كلهم نيجاتيف ما عدا الوحيد البوزيتيف. بص الوحيد البائس اهو، الوحيد ده السنجل الوحيد اللي هو بوزيتيف، اللي هو ده NH4 بوزيتيف 1. هل ينفع يبقى لوحده؟ لازم يبقى جنبه حاجه نيجاتيف، لازم يبقى جنبه حاجه نيجاتيف. طب والنيجاتيف ما ينفعش تبقى لوحدها كاتوميك جروب، لازم يبقى جنبها حاجه بوزيتيف، حاجه بوزيتيف. فهمت كده يا صديقي؟ طيب انت طبعا دلوقتي قاعد ومعاك الورق ده. يا مستر اسلام الصراحه. طب ايه رايك ما تيجي اديك كومباوندز ونبدا نكتبه ونشوف هنكتب ازاي الكومباوند اللي هي الكيميكال فورميولا، يعني الكيميكال فورميولا بتاعتك. يلا يا مستر اسلام. الكيميكال فورميولا عباره عن ايه؟ دي فورميولا ريبريزنت النمبر اند تايب اوف اتومز ان موليكيول، صح كده؟ يا مستر اسلام. يعني بالظبط زي كده H2O دي فورميولا ولا مش فورميولا؟ فورميولا بتريبريزنت مين؟ الووتر. NaCl بتريبريزنت مين؟ الصوديوم كلورايد. طب يا مستر اسلام انا عايز اتعلم اكتب الحاجات دي، يعني انا مش عايز احفظها. انا مش هحفظها لك، انا هعلمها لك. كل اللي عليك تحفظه الكلام اللي فات، اللي هو الجداول اللي فاتت، الثلاث جداول اللي احنا اتعلمناهم. علشان ايه يا مستر اسلام؟ علشان اعلمك تكتب الكيميكال فورميولا ازاي، الفورميولا ازاي. يلا بينا، يلا بينا. انا كل اللي عليا هقول لك الاسم، وانت اللي عليك هتبدا تقول لي الرمز بتاعه ايه. بص يا سيدي، وحد ربك لا اله الا الله. بص يا حبيب قلبي، لو جيت قلت لك كده صوديوم كلورايد، هسيبك ثواني تروح تدور الصوديوم ده بيبقى بوزيتيف والكلورايد نيجاتيف. خلينا اديك معلومه حطها حلقه في ودانك، اي اسم كومباوند هقوله لك هيبدا ببوزيتيف ينتهي بنيجاتيف. يبقى فين؟ يبدا ببوزيتيف ينتهي بنيجاتيف. فانت هنا اهو بتدور في الجزء الازرق، هنا اهو بتدور في الجزء الاخضر. تمام؟ تمام. كل الكومباوند ده مستر كلها، في اكسبشن بسيط هنبقى نقوله بعدين في المنهج نفسه. تمام؟ ان شاء الله اثناء المنهج هتلاقيني بقوله. الصوديوم يا مستر يلا يلا، الصوديوم رمزه Na، والكلورايد رمزه ايه؟ Cl. حلو قوي. تقدر تقول لي الفالنس يا مستر؟ انا حافظ الفالنس. انت حافظها؟ لا مش حافظها، يبقى لازم تحفظها الاول. طب انا مش حافظها دلوقتي حالا يا مستر، هعمل ايه؟ اوقف الفيديو واروح احفظهم واجي لك؟ لا، انت بص دلوقتي في الجداول وبعد كده ابقى احفظه. ماشي؟ هتلاقي الفالنس دوت مكتوب جنبيه مونو فالنت، وعشان هو ميتاليك فيبقى مونو فالنت يعني بوزيتيف 1. مونو فالنت فيبقى نيجاتيف، هيبقى نيجاتيف 1. كلام جميل، في مشكله؟ لا. طيب ركز بقى معايا في الكلام اللي هقوله دوت بعد اذنك، عشان الكلام دوت اللي هيترتب عليه كتابتك للموليكيولز. شايف ال1 ده؟ ده عدد جنبيه نيجاتيف، ماليش دعوه بالنيجاتيف. شايف ال1 ده؟ ده عدد جنبيه بوزيتيف، ماليش دعوه بالبوزيتيف. خد ال1 اللي عند السي ال نزلها عند الN اعمل بايديك دلوقتي. يلا يا دكتوره اشتغلي.
خد ال1 اللي عند ال Na نزله عند الCl، فهيبقى الشكل بتاعك كده Na 1 Cl 1. طب هل احنا هنكتب الوحيد دي؟ لا، ما بنكتبش الارقام، 1 و1 ما بنكتبش الواحد يعني، فبالتالي الرمز بتاعك هيبقى كده NaCl من غير ما تكتب عليها اي حاجه. فبقى رمز الصوديوم كلورايد NaCl. هتمشي بخطوات مستر اسلام ان شاء الله هتعرف تكتب الكومباوند. تعال ناخد كومباوند تاني سهل بسيط. مغنيسيوم كلورايد اهو، مغنيسيوم هتيجي تقول لي يا مستر اسلام بسيطه، المغنيسيوم Mg والكلورايد لسه كاتبينه Cl. المغنيسيوم بتاع حضرتك داي فيلنت والكلورايد لسه كاتبينه بنيجاتيف 1. حضرتك جيت قلت لنا ان احنا هناخد ال1 دوت من غير التشارج وننزلها تحت المغنيسيوم، وناخد الاثنين من غير التشارج وننزلها تحت الCl، فيبقى المغنيسيوم تحتها 1، يبقى المغنيسيوم تحتها 1 وهيبقى الCl تحته 2. طب هو الواحد بيتكتب؟ لا، الواحد ما بيتكتبش، فخلاص بعد اذنك امسحهولي. فهو ده رمز مغنيسيوم كلورايد MgCl2. يبقى ده رمز ال NaCl بتاع الصوديوم كلورايد، وده رمز المغنيسيوم كلورايد. سهله ولا صعبه؟ لا يا مستر اسلام دي شكلها بسيطه بامر الله. طب تعالى ناخد اكزامبل تاني، يلا ناخد مغنيسيوم اوكسايد. الاوكسايد معناها ايه يا مستر؟ اكسجين. المغنيسيوم Mg، الاوكسايد O. طيب يا مستر اسلام الMg داي فيلنت، الاو برضه داي فيلنت بس نيجاتيف، لان ده ميتال وده نون ميتال، نيجاتيف 2 بوزيتيف 2. خليني اقول لك ان الجزء بتاع سيادتك ال2 ديت من غير التشارج تنزل تحت الاكسجين، وال2 ديت من غير التشارج تنزل تحت المغنيسيوم، فهيبقى عندك Mg2O2 برضه. فكده بقى عندي Mg2O2. بس احنا قلنا ان احنا يا مستر اسلام هنكتب الكومباوند على حسب الريشيو، كونستانت ريشيو. يعني ايه؟ يعني لما اجي اكتب لك حاجه زي كده حبيب قلب هارتي، بس ركز معايا بالله عليك، 2 ل2، هل دي اسمها ريشيو؟ لا. امال دي اسمها ايه؟ 2 تو 2 يا مستر، 2 ل2. قال لك ما تسماش 2 تو 2، دي ينفع تتبسط. يعني ايه ينفع تتبسط؟ يعني ينفع تعمل هنا ديفايدد 2 هنا ديفايدد 2 فتبقى 1 تو 1. وطالما ينفع تتبسط يا مستر اسلام يبقى انا بسطها، يبقى انا بدل ما اكتب Mg2O2 انا هكتب Mg1O1. ليه؟ لان انا ببسطها Mg1O1. طب يا مستر طب ما احنا ال1 ما بنكتبهاش، برافو عليك، فال1 ما بنكتبهاش. لذلك يا حبيب قلبي واحنا شغالين ممكن نعمل حركه جميله، ايه هي؟ لما نلاقي الرقمين زي بعض نشيلهم مع بعض وخلاص وننزل الرمزين من غير اي حاجه، هتبقى Mgo هو ده المغنيسيوم اوكسايد. طب لو كانت 3 و3 شيلهم مع بعض ونزل الرمزين. طب لو كانت 2 و3 لا ما ينفعش اشيلهم مع بعض، هنزلهم زي ما هو 2 و3. تمام؟ طب ما تديني اكزامبل يا مستر اسلام يمكن افهم الجزئيه ديت بتاعت 2 و3 دي. حاضر يا حبيب قلبي. بص يا سيدي، لو عندك حاجه زي كده، حاجه اسمها الومنيوم Al يعني صلفيت. الومنيوم رمزها ايه؟ Al. الصلفيت رمزها ايه؟ اتوميك جروب على فكره الصلفيت SO4. طب يلا الفالنسي، يلا دي بوزيتيف 3 يعني تراي فالنت، ودي نيجاتيف 2 يعني داي فالنت. في الحاله اللي زي دي هنعمل ايه؟ هنستبدل يا مستر ال2 ديت. هل الرقمين زي بعض؟ لا، يبقى استبدل عادي ما تشيلهمش، يبقى ال2 تنزل هنا اهوت وال3 تنزل هنا اهوت. معناها ان الالومنيوم ينزل تحتها الالومنيوم ينزل تحتها ايه؟ ينزل تحتها 2. طب يا مستر اسلام والسلفيت SO4 كلها على بعضها لازم احطها في براكت بقى عشان هي باكج، هينزل تحتها كام؟ هينزل تحتها 3. تخيل بقى سيادتك كده بعد اذنك، تخيل معايا بعد اذن سيادتك كده اهوت ان حضرتك
قدرت تكتب الرموز بالطريقه السهله الجميله اللطيفه الحلوه دي. كل اللي عليك تعمله ايه؟ تحفظ الجداول. يعني حضرتك ترجع تشوف الجداول اللي ورا وتبدا تحفظها. لو حفظت الجداول اللي ورا والله كل الكومباوندز ان شاء الله تقدر تكتبها. طب هل في حاجه تانية غير الجداول دي؟ في. انا في اولى ثانوي هتلاقيني عامل لك 3 ورقات بيعرفوك تكتب الكيميكال فورميولا ازاي، بس حاجات اكتر شويه. طب وانت ليه ما اديتهانيش دلوقتي؟ انا مش عايز اشغلك قوي في الاجازه، خد بس نفسك كده اهوت بالحاجات الخفيفه ديت وبعد كده نتقل بعدين. ماشي يا حبيب قلبي؟ ماشي يا مستر اسلام. وديت بعض الكومباوندز اللي انت هتشتغل عليها او اللي احنا اشتغلنا على حاجه شبيهه ليها. ماشي يا حبيبي؟ حلو قوي. دلوقتي بقى مستر اسلام نبدا ناخد التايب اوف كومباوند، انواعهم. ايه ده؟ يعني احنا درسنا الكومباوند ده خلاص؟ يبقى احنا خدنا الالكترونيك كونفيجريشن وبعدها عرفنا التايب اوف اليمنت اللي عند حضرتك ميتال ونون ميتال والنوبل جاز، وبعد كده عرفنا البوند ما بين الميتال والنون ميتال او ما بين النون ميتال والنون ميتال، وبعد كده اتعرفنا ازاي نكتب الرموز. ودلوقتي بعد ما اتعرفنا ازاي نكتب الرموز ونعمل كومباوند نعرف انواع الكومباوندز. اول نوع من الكومباوند هو الاسيد. هو الايه؟ الاسيد. الاسيد ده بعرفه ازاي؟ والله يا مستر اسلام احنا هنحكي مع بعض شويه، يعني الدنيا سهله بسيطه ما فيهاش مشكله. والله الاسيد دوت يا مستر اسلام بيبقى موجود فيه اتش، عشان لما يجي يدوب في الميه يديني اتش بوزيتيف. تمام؟ يبقى they are substances which dissociate in water. dissociate هنا معناها تدوب في الميه producing positive hydrogen. اتش بوزيتيف ايون يعني. تمام؟ زي ايه؟ والله يا مستر اسلام زي الاتش سي ال فيها اتش ولا ما فيهاش؟ تبقى اسيد. اتش بي ار فيها اتش ولا ما فيهاش؟ تبقى اسيد. اتش 2 اس او 4 تبقى اسيد. اتش ان او 3 تبقى اسيد. تمام؟ طب تعالى النوع الثاني من الكومباوند اللي عندك وهي البيز. والله البيز دوت يا مستر اسلام لما بيدوب في الميه بيديني او اتش نيجاتيف. او اتش نيجاتيف يبقى they are substance which dissociates in water producing negative hydroxide ion. OH نيجاتيف. OH يبقى لازم يكون فيها OH زي بالظبط اهو NaOH KOH CaOH باي 2. تمام؟ الاسيد او البيز نقدر نعرفهم ازاي؟ عن طريق الليتمس بيبر. تحط الليتمس بيبر لو لونها بقى احمر تبقى اسيد، لو لونها بقى ازرق تبقى بيز. حتى بص كده اهو ريد اسيد. بص خليني اقول لك ريد اسيد طيب وهنا هو بيديني بلو بي بيز بلو بي بيز. تمام؟ طب النوع الثالث من الكومباوندز وهو الاوكسايد. الاوكسايد ده عباره عن ايه يا مستر اسلام؟ دي ميتال او نون ميتال جنبيها اكسجين. ميتال او نون ميتال جنبيها ايه؟ اكسجين. تمام؟ زي ايه يا مستر؟ اديني اكزامبل يلا. ميتال جنبيه اكسجين زي Na2O فبقى اسمه صوديوم اوكسايد. ميتال جنبيه نون ميتال انا اسف اللي هو الكربون جنبيه اكسجين يبقى كربون دايوكسيد. كالسيوم اوكسايد. سلفر تراي اوكسايد. خلي بالك لما بقول تراي عشان 3 اكسجين، وهنا بقول داي عشان 2 اكسجين، وهنا هو الومنيوم اوكسايد. تمام؟ يبقى دول ميتالز ودول نون ميتالز. ده بالنسبه لمين؟ للاوكسايد. فهمت ولا لا؟ فهمت يا مستر اسلام ان انا عندي 3 انواع. لا هم مش 3 هم 4. ليه؟ طب ما هخش لسه على الرابع اللي هو الاملاح. السولت. السولت دايما وهنا لازم تركز معايا، دايما بتتكون من بوزيتيف ونيجاتيف. لازم لازم اي سولت يكون بيتكون من بوزيتيف. هو اي كومباوند اصلا بيتكون من بوزيتيف ونيجاتيف، حتى الاسيد والبيز والاوكسايد بيتكون من بوزيتيف ونيجاتيف برضه. بس السولت هنا بقى بيتكون من بوزيتيف. البوزيتيف ده لازم يكون ايه يا مستر اسامه؟ اولا ما يكونش اتش، لان هو لو كان اتش هيبقى اسيد. صح ولا غلطان؟ يبقى اي حاجه غير الاتش. اي حاجه بوزيتيف، اي حاجه بوزيتيف غير الاتش، عشان لو كانت اتش بوزيتيف هيبقى اسيد. طب وده يا مستر اسلام اي حاجه نيجاتيف غير الاو اتش او الاو. ليه؟ ما هو لو كان او اتش هيبقى بيز، ولو كان او هيبقى اوكسايد. صح. طيب البوزيتيف ممكن يكون ايه؟ والله البوزيتيف ممكن يكون ميتاليك اليمنت او ميتاليك ايون بقى، خلينا نقول ميتاليك اليمنت. هي مسحت، هي بوزيتيف ايون. البوزيتيف ايون ده ممكن يكون حاجه من الاثنين، يا اما يبقى اتوميك جروب
يا اما يبقى ميتاليك اليمنت، ميتاليك ايون بقى اللي هو البوزيتيف ايون، ميتاليك اليمنت. تمام. طب والناحيه الثانيه يا مستر اسلام النيجاتيف برضو ممكن تبقى حاجه من الاثنين. خليني اقول لك ان البوزيتيف اتوميك جروب ما فيش غير واحده، البوزيتيف اتوميك جروب ما فيش غير واحده خلاص، عشان برضو تبقى انت على ميه بيضاء. انما ده بقى النيجاتيف كلهم اللي انت هتحفظهم يعني. تمام تمام. طب هنا هو يا مستر اسلام البوزيتيف اما انه هيبقى اتوميك جروب، وده كل الجدول بقى، يعني احنا قلنا الاتوميك جروب الوحيد السنجل البائس هو ال NH4 بوزيتيف، انما الاتوميك جروب الباقيه كلها نيجاتيف. تمام. او يبقى نون ميتاليك اليمنت، نون ميتاليك اليمنت اللي هو النيجاتيف ايون يعني. تمام كده يا حبيب قلبي. تمام. بص بقى يا سيدي وركز، هيحصل كام حاجه، يا اما اتوميك جروب بوزيتيف مع اتوميك جروب نيجاتيف، يا اما اتوميك جروب بوزيتيف مع النون ميتاليك اليمنت، يا اما ميتاليك ايون هنا اهوت الميتاليك اليمنت ده مع اتوميك جروب نيجاتيف، يا اما الميتاليك اليمنت مع النون ميتاليك اليمنت. يبقى احنا عملنا كام كاتيجوري دلوقتي؟ عملنا كام مجموعه؟ 4 مجاميع. ده راح اتشير مع ده ومع ده مره، يبقى كده مرتين، وده مع ده وده مع ده مره، يبقى كده كام مره؟ 4 مرات. فتعالى بقى معايا كده واحده واحده ونبدا نشوف. عرفنا ان هو بيتكون compound resulted from combination of ايه يا مستر اسلام؟ of positive metal ion or positive atomic group. ما احنا قلنا البوزيتيف ده يا اما metal ion يا اما atomic group with negative ايه؟ atomic group او negative non metal except مين؟ الاكسجين والاو اتش والحاجات ديت. تمام؟ تمام يا مستر اسلام. يلا بينا بس ركز معايا، ركز معايا. مش احنا قلنا 4 كاتيجوري؟ ادي 1 2 3 4. تمام. الاولى لو بوزيتيف ميتال ايون هيبقى مع نيجاتيف نون ميتال او نيجاتيف اتوميك جروب، فكده بالظبط زي NaCl. ما هو ال Na هو البوزيتيف ميتال ايون اهو Na. طب والCl هو النيجاتيف ميتال نون ميتال ايون. تمام. البي بي بوزيتيف ميتال ايون، بي ار 2 اهو نيجاتيف نون ميتال. طب لو كان مع اتوميك جروب فبالتالي هيبقى ان ايه زي ما هو برضو اهو ان ايه اللي هو بوزيتيف ميتال ايون مع ان او 3. مش دي اتوميك جروب واحنا حافظينه وقلنا نيتريت ونيترايت صح؟ طب وهنا مغنيسيوم ميتال ايون والكربونات اتوميك جروب. فهمت الحته دي؟ يا مستر. يبقى البوزيتيف ميتال ايون ثابت اللي هو الصوديوم مثلا او BBMg كبر صوديوم، الحاجات اللي هي الميتاليك ايون اللي احنا خدناها. طيب يا اما بقى مع نون ميتال ايون يا اما مع اتوميك جروب وتعمل السولت بتاعتك، يبقى ده اسمه ملح. اسمه ايه؟ املاح. ايه ده؟ هو الاملاح دي مش الملح اللي احنا بناكله وخلاص كده؟ لا طبعا يا صديقي، لا طبعا. تمام. طب بوزيتيف اتوميك جروب بقى يا مستر اسلام؟ ما هو لو اتوميك جروب بوزيتيف مفيش غيرها NH4 بوزيتيف، لو لقيت غيرها يبقى بحق. بص NH4 بوزيتيف NH4 بوزيتيف NH4 بوزيتيف NH4 بوزيتيف، مفيش غيرها. تمام. يا اما تبقى مع نيجاتيف نون ميتال زي الCl او البي ار، يا اما تبقى مع اتوميك جروب زي الCO3 والNO3. وانا قلت لك احفظ الحاجات ديت عشان تقدر تعمل الكومباوند دي من غير ما تحفظ الرمز. تسمع الاسم يحضر الرمز، خلاص خلص. ليه؟ لان انا حفظت الرموز. رساله لولي الامر لو انت بتسمعني دلوقتي، بالله عليك حفظ ابنك الرموز بتاعه الكيمستري ديت، حفظها. انا عندي 3 جداول ازرق واخضر ازرق واخضر وجدول تاني احمر كده، حفظهم له بالله عليك، حفظهم له. هيندم لو ما حفظهمش. انا لو اعتمدت عليه مش هيحفظهم، لازم يحفظهم بالله عليك. تمام يا صديقي؟ تمام يا مستر. وبكده يبقى احنا كتبنا الحمد لله السولت بتاعتنا. دلوقتي نشتغل في ايه بقى؟ في الكيميكال رياكشن، يعني التفاعلات الكيميائيه، ودي اخر جزئيه عند حضرتك. هنخلص الكيميكال رياكشن والكيميكال ايكويشن ويبقى ده يبقى كده الحصه بتاعتنا الحمد لله فينيتو، يعني خلصت. يلا بينا يلا بينا. اول حاجه يا صديقي عشان تعمل كيميكال رياكشن لازم يكون عندك حاجتين. الحاجه الاولى هي الرياكتنت. الرياكتنت دي حاجات بتتفاعل مع بعضها، الحاجات دي وهي بتتفاعل هيحصل تكسير للبوند اللي فيها، يعني تك 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 هتتكسر تك 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 تك.
يبقى هيحصل بريك اب للبوند بتوين الرياكتنت موليكيول. مش احنا لسه قايلين ان احنا عندنا حاجه اسمها ايونيك بوند وكوفالنت بوند؟ يبقى في هنا بوند ولا مفيش؟ البوند ديت عشان تتحول لحاجه ثانيه، لماده ثانيه، لازم البوند دي تتكسر، لازم البوند دي تتكسر. طب وبعد كده مستر اسلام بعد ما تتكسر هتبدا تتجمع مره ثانيه علشان تتحول لبرودكت، علشان تتحول لبرودكت. فبقى عند حضرتك رياكتنت، الرياكتنت دي البوند اللي ما بينها اتكسرت فاتجمعت البرودكت. ده كده اسمه ايه؟ اسمه كيميكال رياكشن. اسمه ايه؟ كيميكال رياكشن. يبقى الرياكتنت react with each other by break up البوند between الموليكيولز بتاعتها to form new bond في الريزلتنت، to form new bond في الريزلتنت. ودي انواع الرياكشنز اللي انت درستها قبل سابق يا صديقي. والله انت درست الرياكشن ان الاثنين يتحدوا مع بعض، صح؟ ان ايه يرياكت ويز بي يعملوا لك ايه بي بوند كده. او رياكشن تاني ان الاثنين يكونوا اصلا متحدين وتديهم هيت يتكسروا، الثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن. او رياكشن ثالث ان السي يبقى اقوى من البي فيخش مكانها، اسمه سنجل او سمبل سبستيتيوشن رياكشن، تمام؟ او ان اتنين اي بي وسي دي يبداوا يستبدلوا بعض هنا اهو، فده اسمه دبل سبستيتيوشن رياكشن. فديت انواع الرياكشنز اللي حضرتك بتشتغل عليها، تمام؟ تمام يا مستر اسلام. فانت عندك ثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن، وعندك اوكسيديشن ريدكشن رياكشن، وعندك الدبل سبستيوشن رياكشن والثيرمال ديكومبوزيشن، وكل الحاجات دي تفاعلات بنشتغل عليها، تمام؟ انواع تفاعلات. محتاج ان انت تحفظهم؟ لا مش محتاج ان انت تحفظهم، بس محتاج ان انت اصلا لما تشوف تفاعل تبقى فاهم هو ايه. يعني مثلا لو شاورت لك على ده بيتكسروا فبقى اسمه ثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن. طب تفاعل زي ده ايه اللي بيحصل؟ انا شفت ان السي دخلت مكان البي، صح؟ البي خرجت بره والسي دخلت مكانها، فده اسمه سمبل سبستيوشن لان حاجه واحده دخلت مكان حاجه. طب وهنا هو ايه ده الاي خدت الدي والبي خد السي والبي اهو، ده اسمه ايه؟ دبل سبستيوشن رياكشن، ده اسمه التفاعل. فدي رياكتنت ودي البرودكت بتاعت سيادتك، تمام؟ تمام يا مستر اسلام. الكيميكال ايكويشن الكلام كله في الكيميكال رياكشن ما ينفعش نكتبه بالكلام، يعني ما ينفعش اجي اقول لك هيدروجين واكتب كلمه هيدروجين، react with oxygen واكتب كلمه اكسجين، to produce water by heating. طبعا الكلام ده هيبقى كتير قوي، هتقعد تكتب كتير تكتب كتير تكتب كتير. طب انا مش عايزك تكتب كتير، انا مش عايزك تكتب كتير. طب يا مستر اسلام في الحاله اللي زي دي هبدا احولهم لايكويشن. امال انا كنت بعلم حضرتك تكتب الكيميكال فورمولا ليه؟ انا كنت بعلمك تكتب الكيميكال فورمولا عشان لما تيجي تكتب الايكويشن، تبقى سهله بسيطه. يبقى دي عباره عن ايه يا مستر اسلام؟ مجموعه من الرموز. مجموعه من ايه؟ رموز بتعبر عن ايه؟ يا مستر عن الرياكتنت والبرودكت. مش انا لسه في السلايد اللي قبل دي على طول قلت لك ان اي كيميكال رياكشن بيتكون من رياكتنت ويتحول لبرودكت؟ يا مستر اسلام طب اهو مجموعه من الرموز بتعبر عن الرياكتنت والبرودكت موليكيول في الكيميكال رياكشن بتاع حضرتك، بتريبريزنت الكونديشن كمان. الكيميكال ايكويشن بتريبريزنت فيها الكونديشن بتاع الرياكشن. يعني لو عايز تسخين حط فوق السهم تسخين، لو عايز تبريد حط فوق السهم تبريد، لو عايز ضغط حط فوق السهم ضغط. ده اسمه كونديشن اوف رياكشن. كونديشن اوف ايه؟ اوف رياكشن. زي اللي قدامك ده مغنيسيوم، بدل ما اكتب كلمه مغنيسيوم الورد نفسها، لا انا هكتب السيمبل بتاعها. اكسجين، بدل ما اكتب كلمه اكسجين الورد نفسها اكتب اكسجين O2. والسهم هنا هوت بيعبر ان انت رايح ناحيه الحاجات اللي هتخرج اللي هي البرودكتس. طب واللي فوق السهم ده الكونديشن اوف رياكشن، دي بنسميها دلتا او بنسميها هيت، تمام؟ تراينجل ده بنسميه هيت عشان يديك كومباوند جديد. الكومباوند ده شبه ده؟ لا. الكومباوند ده شبه ده؟ لا. معنى كده ان حصل تفاعل ولا ما حصلش تفاعل؟ حصل تفاعل يا مستر. حصل ايه؟ تفاعل يا مستر. اعيد؟ لا يا مستر. معلش يا مستر عندي سؤال. قلت لك اسال يا صديقي. ايه سؤالك؟ هي ايه الارقام دي يا مستر؟ يعني حضرتك قلت لي ان الاكسجين خلاص من العجائب السبعه فانا عارفه، انما ايه الارقام اللي بتبقى مكتوبه جنبهم؟ سؤالك جميل. دي بنسميها كوفيشن. اي كيميكال ايكويشن ايا كانت ايه هي لازم تكون بالانسد. بالانسد يعني ايه يا مستر؟ يعني عدد الاتومز اللي هيخش الرياكتنت يبقى قد عدد الاتومز اللي هيخرج من من البرودكت. يبقى الاتومز اللي هتخش
تبقى قد العدد ده. دخلت 5 اتوم تخرج 5 اتوم بس من نوع اخر، من ماده جديده. دخلت 10 تخرج 10، دخلت 20 تخرج 20. تمام؟ تمام. طب وده انا هعمله بالانس ازاي؟ دي الستبس اللي انت تمشي عليها. بس والله يا مستر اسلام الستبس دي انا حاسس انها مجعلصه. ممكن حضرتك تبقى تعلمني الكلام ده؟ اعلمك. تعال نشوف الكومباوند اللي موجود دوت وهنبدا نشتغل عليه ازاي، او الايكويشن اللي موجوده وهنبدا نشتغل عليها ازاي. يلا يا مستر اسلام بعد اذن سيادتك. يلا يا حبيب قلبي. انا عندي اتش 2 من العجائب السبعه، واف 2 من العجائب السبعه. طلع لي اتش اف. هسالك سؤال، عندك كام هيدروجين هنا؟ 2. عندك كام فلورين هنا؟ برضو 2. طب عندك كام هيدروجين؟ 1. عندك كام فلورين؟ 1. لو جيت وزنت ما بينهم، اوزن الهيدروجين بس، هتلاقي هنا 2 وهنا 1، والفلورين هنا 2 وهنا 1. ينفع؟ لا. بص هو عامله ازاي؟ عامله كده، صح؟ عامله كده. ما ينفعش، انت لازم تعدلها كده. يبقى انت لازم تزود هنا 1 وتزود هنا ايه؟ 1. ازودهم ازاي؟ قال لك عن طريق حاجه اسمها كوفيشن. كوفيشن او فاكتور، كوفيشن او فاكتور اهو، كوفيشن او تكتب كلمه فاكتور اهو، اور فاكتور. الفاكتور ده رقم، الرقم ده بس هو بيعمل لك البالانس، بيظبط لك الدنيا. تمام؟ تمام يا مستر. طب انا عايز اللي بره يبقوا 2. هل هينفع احط ارقام تحتيهم هنا؟ مستر ما حضرتك لسه معلمنا كيميكال فورميولا ان الارقام بتبقى كونستانت ريشيو ما ينفعش تتغير. فالاتش اف هو اتش اف ما ينفعش يتغير. طب وانت عرفت منين ان هو اتش اف؟ هو اسمه هيدروجين فلورايد. اسمه ايه؟ هيدروجين فلورايد. الاتش بوزيتيف 1 والفلورايد نيجاتيف 1. طب ما هو ال1 هينزل تحت هنا والاف هينزل تحت هنا، وال1 وال1 بيروحوا مع بعض هيبقى اتش اف. هينفع اغير ارقام؟ لا مش هينفع اغير ارقام. يبقى هو كاتب لي الرمز صح اصلا. هو كده كده لو هيكتب لك رموز هيكتبها لك صح، بس هي الفكره كلها في الكوفيشن اللي جنب الرمز، اللي هو الرقم اللي جنب الرمز. طيب انا لو عايز الاتش تبقى ب2 فانا هحط جنبها 2. طب ولو عايز الاف تبقى ب2 فهو نفس الاثنين، لان الاثنين بتبقى ملتبلاي في الاتش وفي الاف اللي وراها. ففي الحاله زي دي لو عندك 2 هيدروجين هتعمل ملتبلاي 2، ف2 في الاتش ب 2 اتش وهنا 2 اتش فبقت بالانسد. طب ما هو 2 في الاف، خلي بالك ان الكوفيشن بيبقى ملتبلايد في الكومباوند اللي وراه. الكوفيشن بيبقى ملتبلايد في الكومباوند اللي وراه، فهيبقى 2 اف. هيبقى كام؟ 2 اف. عندك نفس الكلام الفلورايد اهو او الفلورين، هنا 2 اتوم، بره بقى 2 اتوم. ودي الستبس اللي انت هتمشي عليها يا صديقي اهي. دي الستبس اللي انت هتمشي عليها. تمام؟ مش عايز تقرا الستبس؟ خلاص مش مشكله، تعالى ناخد اكزامبلز تانية مع بعضنا. يلا بينا، يلا بينا. ابدا باول واحده. يلا يا مستر اسلام بعد اذنك. حاضر، يلا بينا. انا هبدا وانت اشتغل معايا. عندك كام هيدروجين هنا؟ 2. كام هيدروجين هنا؟ 2. يبقى الاتش دان، هكتب اتش واعمل عليها علامه صح. اكسجين، كام اكسجينه؟ 2. طب وهنا كام واحده؟ 1 اكسجين. دان؟ لا مش دان. طب اعمل ايه؟ احط تحتها رقم؟ يا مستر ما انت قلت لي لازم يكون كونستانت ريشيو، ما ينفعش تحط تحت الرقم، لان انت لو حطيت تحت الاو رقم هيبقى H2O2. دي مش ميه، انا عايزها ميه، ما هو يطلع ميه. لازم احط فاكتور هنا 2. يبقى الاثنين ديت ملتبلايد في مين وفي مين؟ ملتبلايد مره في الاتش ومره في الاو. يبقى كده المره بتاعت الاو خليتها كام او؟ 2 او. يبقى كده صح الاو. طب الاتش باظت ليه؟ ما هو 2 في 2، 2 في ايه؟ في 2 يبقى 4 اتش. طب هل انت هنا عندك 4 اتش؟ لا، يبقى انت لازم تحط هنا 2 اتش. تحط هنا كام؟ 2 اتش. ليه بقى مستر اسلام احط 2 هنا اهوت؟ قال لك تحط 2 علشان 2 في 2 يبقى 4، وهنا 2 في 2 4، الاكسجين 2، وهنا 2 في 1 ب 2، يبقى البالانس بتاع سيادتك هتحط هنا 2 وهتحط هنا 2 بس، مش هتحط حاجه جنب الاو. ده كده بالانس. خش على اللي بعديه. يلا بالانس معايا كده بعد اذن سيادتك. يلا يا مستر اسلام. انا عندي H2 Cl2 HCl. يلا فكر كده. انا واخد بالي ان هنا 2 وهنا 1. كلام جميل، كلام جميل يا مستر اسلام. طب وهنا اهوت 2 وهنا 1. طب يا مستر اسلام لو دي 2 وهنا 1 فانا هحط هنا 2. لو دي 2 وهنا 1 ما انا حاطط 2، يعني دي ملتبلاي في دي
ومالتبلاي في دي، انا خلصت البالانس. البالانس سهل جدا وما فيهوش ادنى مشكله. كل الكلام اللي انا بعمله ده انت هتعمله تاني، هتعمله وهتكتب لي الحل بتاعهم اللي انا حليته اصلا، تكتبه لي تحت في الكومنتات. طب ما تيجي نصعب على نفسنا موضوع، يلا. عندك كام سي؟ واحده. وبره واحده. عندك كام او؟ ادي واحده وادي 2 قبل السهم، يبقى كده انا عندي 2 او قبل السهم، باخد كل اللي قبل السهم. طب وبره انت ما عندكش غير 2 بس، يبقى انت عندك قبل السهم كام؟ 3، وعندك بعد السهم 2، يبقى انت لازم تظبطها. اظبطها ازاي؟ اعمل ايه يا مستر؟ قال لك يا مستر فكر كده، لو انت حطيت هنا 2، قلت له جميل، هيبقى عندك كام كربونه؟ 2 كربون. هيبقى عندك كام اكسجينه؟ 4 اكسجينه، صح الكلام؟ صح الكلام. طيب ما 2 كربونه هنا واحده كربونه، ما تحط هنا 2، هيبقى 2 كربونه وهيبقى كام اكسجينه؟ 2 اكسجينه، صح؟ 2 و2 4. طب ما انت عندك 2 في 2 ب4. فكر فيها كده هتلاقيها جايه ماشيه معاك مظبوطه ان شاء الله. ف2 في واحده ب2، 2 في واحده كربونه ب2، 2 في واحده اكسجينه ب2، وادي 2 بقى 4. طب 2 في 2 اكسجينه بقت ب4، بقت بالانس. هيبقى البالانس بتاعك كام؟ 2 هنا و2 هنا. ورتب كده الاتوم في دماغك هتلاقيها بالانسد. تمام؟ تمام يا مستر. تعالى بص كده على الايكويشن اللي بعدها. ها، واحده ان زيها زي اللي فوق بالظبط، زيها زي اللي فوق بالظبط. خلاص انا مش هتكلم فيها ديت، عايز دي تعملها لي هوم وورك يا صديقي الصدوق بامر الله تعالى. وبكده يا صديقي احنا الحمد لله انتهينا من المحاضره التاسيسيه. اتمنى من الله انك تكون استفدت من المحاضره ديت، واتمنى من الله ان انت تتابع البيج. اسم البيج مستر اسلام عبد العظيم كيمستري. البيج ديت هينزل عليها كل تفاصيل ان شاء الله المنهج اللي احنا هنشتغل فيه باذن الله تعالى، اذا كانت اونلاين او اوفلاين. في السناتر هينزل لحضرتك السناتر اللي احنا نازلين فيها بامر الله. تمام يا صديقي؟ تمام يا مستر اسلام. اتمنى والله ان اي حد عنده سؤال يبعت لي على رسائل الصفحه او يكلمنا على الواتساب، واحنا هنرد عليه بكل التفاصيل اللي هو محتاجها باذن الله. لو حد مش فاهم اي حاجه في المحاضره ديت، فانت بتتفرج دلوقتي على اليوتيوب، او لو كنت بتتفرج على البيج نفسها براحتك، اكتب في الكومنتس تحت واحنا هنرد عليك. على فكره هزعل جدا لو دخلت تتفرج على اليوتيوب من غير ما تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، وعايزك تاخد لينك المحاضره ديت وتروح تحطها عند زمايلك على الواتساب، على اي جروبات، منها انك بتكسب ثواب، واكيد انت عارف حجم الثواب اللي انت هتستفاده ان انت بتنشر العلم، وكمان هتساعدني ان انا اوصل لطلاب يستفادوا اكتر بامر الله تعالى. تمام يا صديقي؟ تمام يا مستر اسلام. اشوفكم على خير. سلام.